السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه. غادي نحضر معكم اليوم واحد المسيمنات طلعوا واعرين بزاف بزاف، طريقه اللي بسيطه وما غاديش نحتاجو نهائيا ما نديرو فيهم لا خميره، ما غادي نديرو فيهم لا سكر، ولكن كيجيو هائلين بمعنى الكلمه. كيف ما كتشوفوهم معايا خطيرين، جربوهم على حسابي وما تنساونيش كيف ديما من لي لايكات والاشتراكات ديالكم. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات انا غادي نحط لكم حتى الصوره ديال الدقيق، لان كيجيوني بعض الاسئله من بعض الاخوات كيقولوا لي نوع السميده ولا نوع الفينو، ولا انا تعمدت نبين لكم الكرتونه هنايا. المهم بالنسبه للكميه كتبقى الا بغيتو ديروا هذه الكميه غديروها، غير الاهم فيها هي ان انا درت يعني جوج ديال الزلايف ديال الفينو مع جوج زلايف ديال الفورس، كميه متساويه ما بيناتهم. ما غلبتش الفورس على الفينو، درتهم متساويين، خديت جوج زلايف جوج زلايف. المهم غادي نغربلوهم طبعا صافي، وغادي نضيفوا ليهم القياس ديال الملحه. من قبل غادي نضيف ليهم انا واحد المعلقه ديال العسل. هنا بغيتو تضيفوا العسل بغيتو ما تضيفوش نهائيا حتى العسل، عندكم شويه ديال الصبر انا في الطياب ديالهم تاخذوا معاهم الخاطر، راه كيجيو محمرين بلا حتى يعني بلا عسل بلا سكر. درت انا هذا الفيديو من قبل صراحه ولكن ما صورتوش، درتهم بلا سكر وجاو محمرين وغزالين. غير في الوقت ديال الطياب ديالهم كتصبروا معاهم حتى كياخذوا اللون ديالهم وكيجيو رائعين. تقدروا تستغناو على السكر من عندي كنقولها لكم ولا العسل. المهم انا ضفت واحد الكميه قليله ديال العسل، شويه ديال العسل، والكميه ديال الملحه جوج معالق صغار، المهم على حسب الكميه ديال الدقيق اللي غادي ديروا نتوما. صافيت الطريقه ما كندلكش انا هاد العجينه كيف ما كتشوفوا، كنحاول كنخلطها مزيان ما كيبقاش ليا الدقيق كيبان صافي، وكنديرها في البلاستيك. بغيتو تدلكوها هكا شويه دلكوها، ما بغيتوش الطريقه راها سهله وكتبسط علينا المسمن ما كنضربوش فيه تماما. صافي وكناخدو كنديرو في البلاستيكه كيف ما شفتوا، وغادي تخليوه المده اللي بغيتو نتوما يبقى كيرتاح قد ما ارتاح. طبعا راه العجينه كترجع زوينه وكترجع مرخيه. المهم وما فيه لا خميره لا والو، يعني تخليوه ليله كامله ماشي مشكل. صافي ان من بعد ما كيكون تسلقات العجينه يعني كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كيرجع مطلوق وكيتسدلك راسو براسو، ها هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. كترجع العجينه رطبه وكتعطينا الضعف اننا نشكلوها. غادي نحاول نخرج منها كرات. غاديش ندير مسيمنات صغيورين يعني مسيمنات بريستيج، غادي ندير مسمن كبير هكا باش نخفف نربح الوقت ونخفف عليا تماره شويه. هانتوما كتشوفوا القياس اللي قطعتهم بهذا القياس هذا، وانتوما كيبقى لكم طبعا الاختيار. من بعد ما كنقطعهم كلهم وكيكون كنحاول ما امكن نجيبهم هكا يكونوا في نفس الحجم، عاد كندهنهم بالزيت وكنحطهم هكا في شي لاطا ولا في شي طاوه ونغطيهم بالبلاستيك. المهم دهنوهم مزيان بالزيت باش ما يتلصقوش لكم، ولكن من قبل يعني فاش تكونوا كتقطعوا العجينه ولا كتشكلوا الكرات من الاحسن ما تدهنوهمش بالزيت باش ما يعني العجينه ملي كنبقاو كنبسطوها ما كيوقع ليها والو، يعني ما كتقطعش معنا. داكشي علاش ما يعني في الاول كنحاولوا نقطعوها غير يدينا ناشفين. بالنسبه للتوراق احتاجيت عندي شويه ديال الزبده، عندي شويه ديال الزيت، وعندي هنايا شويه ديال الفينو مع شويه واحد المعلقه صغيره هكا ديال الخماره ديال الحلوى. كنخلطهم مزيان صافي وكندوز للمسيمنات ديالي كنبسطهم. يعني الطريقه ديال باش كيجينا المسمن ناجح واللي معروفه هو ان كنورقوا مزيان العجينه كيف ما كتشوفوا. حاولوا تورقوها مزيان مزيان، وما قلت لكمش بان ملي كتخليوهم كتغطيهم بالبلاستيك كتخليوهم يرتاحوا، خليهم 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ماشي مشكل. المهم قد ما ارتاحوا راه كيسهل علينا الشغل ديالهم. صافي من بعد ما كنورقوا كنطوي العجين المسمنه ديالي على 4 بهذا الشكل، وانا طبعا كندهن بالزبده وكندهن وكنرش شويه ديال الدقيق الفينو اللي مخلط مع الخميره، لان غادي ندير وحده في وحده، يعني غادي ندير جوج في ان واحد،
جوج في آن واحد باش نربحوا الوقت. هذيك من بعد ما يعني حطيتها ربعتها وديك الشيء، كنجيب وحده اخرى حتى هي كنبسطها مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. وانتم كتشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيكون، يعني كيطلق داك الفقاعات، دليل على ان العجينه ديالنا راها مزيانه وبزاف بزاف. صافيت كندير حتى هي نرش عليها شويه، ندهنها بشويه ديال الزبده ونرش شويه ديال الدقيق، ونجيب هذيك اللي يعني شكلت في الاول نحطها في الوسط صافي. ونعاود غير واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم عليها هنايا، الطريقه ديال الطي ديال هاد المسمن. يعني نتوما راه خين يديكم نتوما كطويوها باش كيتشكل لينا واحد الهواء لداخل في هذيك المسمنه، وكتجينا مورقه وكتجي زوينه. ها نتوما كتشوفوا انا كنحاول نبين لكم بان داك الهواء كيتشكل ليا لداخل. يعني الاساس في داك الهواء هو انني ملي كنطويها ما كنزيرش المسمن، يعني العجينه ما كنزيرهاش، كنطويها وهي مرخوفه. نعاود معكم وحده اخرى باش توضح لكم الصوره. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني القوام ديال العجينه رائع بزاف بزاف صراحه، طلع غزال بزاف بزاف. انا عطيتكم يعني الاسرار باش يجيكم حتى نتوما هكا، يعني العجينه تجيكم يعني ناجحه 100%. كل الاسرار اللي اقتسمتها معكم في الفيديو، ويجيكم ان شاء الله المسمن ديالكم ناجح و100%. وتخليوا لي في التعليق طبعا بان راه جاكم ناجح. ما نبغيش نعطيكم شي حاجه اللي طبعا ما تجيكمش ناجحه. ها انتم كتشوفوا الطريقه ديال الطي، شفتوا يعني ديما مرخوفه، ما كنزيرش العجينه نهائيا، كيتخلق داك الهواء كيف ما كتشوفوا في الوسط ديال العجين. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل هذوك المسيمنات اللي عندي كلهم. هانتوما الكميه اللي عطاتني هي هذه كلها. كندير المقيله ديالي كتسخن، طبعا النار بالنسبه للطياب ما تكونش مرتفعه بزاف وما تكونش قليله بزاف، يعني حاولوا ديروها في الوسط هكا وعينكم ميزانكم. يعني ملي كتشوفوا هكا المقله سخنت بزاف راه غادي طبعا غادي تنقصوا منها باش المسمن ديالكم يطيب على خاطر. صافي وكنحط المسمنه ديالي. وهنايا بغيتو ترققوا يعني المسمن، يعني غادي تحاول تبسطوه مزيان، بغيتو تبغيوه يعني المسمن يجيكم غليظ هكا ولا غادي تبسطوهش بزاف. المهم هاد القضيه اللي درت لكم ديال وحده فوحده ما كتخليش ديك الجناب كيجيو نهائيا في المسمنه، كيجي كله يعني طبقه وحده وكيجي طايب كله. وانتم كتشوفوا الطريقه ديال الطياب اللي معروفه ديال المسمن، هو ان المسمنه غير كتحطوها كتشد راسها كتقلبوها وكتبقاو كتقلبوها من الجهتين حتى كيتحمر يعني المسمن وكيتنفخ وميمطو كيتنفخ وكيتورق وكيجي رائع وكيجي غزال بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. طريقه راها واضحه في الفيديو، حتى يعني انا كنبقى كنبسط حتى في الهضره. بالنسبه للناس اللي غيصادفوا الفيديو يكونوا اول مره غادي يديروا المسمن ولا باغيين يتعلموا يديروا المسمن، في الاخير انهم يجي ناجح معهم. وهذا هو اللي كنبغي من الفيديو ديالي. هادو هما المسمنات ديالي.